بكل مستمعين إذاعة الشرق الأوسط. معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك. عنوان حلقتنا النهاردة: امسك اللحظة من جوه. في مواقف كتير الكلمة بتعدي عادي، لكن جواك بيحصل تأثير أكبر من الكلمة نفسها. نبرة الصوت تتغير، ألم في الجسم، أفكار تتصارع. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن إن جوه كل رد فعل فيه حكاية، والنهاردة هنفهم الحكاية بشكل عملي وخطوات واضحة تقدر تستخدمها في نفس اللحظة. وأول خطوة إنك تلاحظ وتراقب وتسمي الشعور مع أول موقف. أول ما تحس بحاجة اتحركت جواك اسأل نفسك: أنا حاسس بإيه؟ بغضب، بضيق، بتوتر؟ هنا بتسمي اللي جواك سواء كان شعور أو إحساس في جسمك. أنا حاسس بألم في جسمي، وتحدد فين الألم. أو أنا شعرت بالضيق لما سمعت الكلمة دي أو لما شفت الموقف ده قدامي. في اللحظة دي بيبقى فيه 3 حاجات بتحصل: إحساس في الجسم بالألم وتحدد مكانه فين، وشعور سواء كان بالغضب أو الخوف أو الحزن، وتضارب أفكار زي فكرة أنا مرفوض أو أنا غير مقدر أو أنا في هجوم عليا. الكلمة اللي اتقالت بتلمس فكرة قديمة، والفكرة بتحرك الشعور، والشعور بيظهر في جسمك. الخطوة التانية: اسأل نفسك السؤال الكاشف. بعد ما تسمي اللي جواك اسأل نفسك بهدوء: الموقف ده لمس ايه فيا؟ السؤال ده بيساعدك تقرب من الجذر. ممكن تظهر لك أفكار زي عدم التقدير، الخوف من الرفض، أو إن الموقف ده حصل موقف شبهه زمان. مجرد السؤال بيوضح الصورة، وهنا تبدأ تفهم أن رد فعلك الحالي مربوط بحاجة قديمة جواك. الخطوة الثالثة: اختيار ردك. في اللحظة دي بيظهر الاختيار، اختيار طريقة الرد. المسافة هنا معناها اختيار مش كده. في فرق بين واحد بيسكت وهو جواه متوتر، وبين واحد واخد لحظة يختار يرد ازاي. الهدف ان ردك يطلع من وعيك بدل ما يكون خارج من الوجع اللي جواك. في اي موقف لاحظ وسمي واسأل لمس ايه جواك واختار ردك. 3 خطوات بسيطة تفتح مساحة وعي وتغير شكل استجابة. في الموقف اللي جاي جرب أول خطوة بس، وسمي اللي جواك وشوف بهدوء ايه اللي هيتغير. كل موقف بيكشف جزء من اللي جوانا، ومع كل ملاحظة صادقة الصورة بتبقى أوضح، والاختيارات بتبقى أهدى وأقرب لنفسنا. لو حسيت إنك محتاج تفهم الجذور دي بشكل أعمق وتفك الرابط بين الحاضر والماضي في ردود أفعالك، ممكن نشتغل سوا في جلسات الكوتشنج بخطوات هادية وفهم ووضوح. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك على إذاعة الشرق الأوسط.